الجندل صفرت البداية. الجندل على يمين مشاهدينا ومتابعينا بالشعار الأحمر، العدالة بالأبيض على يسار مشاهدي القنوات السعودية الرياضية. كومانس الهولندي مدرب العدالة، رمية تماس لصالح الجندل. كرة الآن حسن المجحد وتسديدة وجميلة من حسن المجحد. أول محاولة للعدالة وأول تهديد من جانب حسن المجحد، لكن توني ينجح في إبعاد الكرة الماضية. توني باتيستا ينجح في إبعاد تسديدة حسن المجحد. شوف بذكاء تقدم الحارس، لكن أيضا دايفيد على التنفيذ وتدخل ومحاولة الهدف الأول. خالد حامضي يسجل الهدف الأول للعدالة من كرة مرتدة وسط فرحة هنا عدلاوية لفرسان الواحة. العدالة يتقدم مع الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب خالد حامضي يسجل هدف العدالة الأول وهدف التقدم لفرسان الواحة، بينما الحسرة هنا على توني باتيستا في الكرة الماضية. وهنا الهولندي رويل كومانس، لكن الأمور حتى الآن 1-0. شوف ركلة الزاوية والخروج من حارس المرمى وتسديدة على طول الارتداد بالقدم اليسرى حامضي، ولم يكن هناك متابعة، وبالتالي الهدف الأول. شوف خالد حامضي سجل الهدف الأول لصالح العدالة 1-0. هذه من زاوية أخرى العدالة يتقدم. خطأ لصالح الجندل. شوف لاعب البنمي الدولي، هذه كرة أيضا سابقة. شوف الفرصة الضائعة على صبري الزايد التونسي. شوف التدخل في الوقت المناسب كان من عبد الله اليوسف. كرة الآن مخادعة ومحاولة. كرة محاولة، وهنا أيضا على ما يبدو دونوفان إلى فيليب، مرور من أول وثاني، جميلة إلى أورو الآن داخل منطقة الجزاء.
يسجل الهدف الثاني للعدالة. نعم، مع الدقيقة 57 من زمن شوط المباراة الثاني، والمباراة الثاني للعدالة عن طريق مهاجمه دونوفان في كرة، ويريح الحاضرين ويريح الهولندي تماما. هنا الفرحة، هدف ثاني للعدالة وسط أيضا زعل هنا وردة فعل من حارس الجندل توني باتيستا. ثاني للعدالة عن طريق مهاجم دونوفان. اثنين صفر. شوف، أخذ الكرة ولم تكن هناك يعني تجاوز حماد، وبالتالي ثاني على يسار توني. هذه الفرحة التي تكررت. مع هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا اينما كنتم، يطلق حكم المباراة عبد الله زربان صافرة معلنا نهاية المباراة. ألف مبروك، فوز العدالة، ذهبت الثلاث نقاط عند الملة، وحظا أوفر للجندل. إلى أن نلقاكم المباراة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vamos. تكلمنا مباراة الباطن، اليوم نعيد ونكرر، ترى مو بمكاننا ذا. بدينا من الباطن واليوم ولازم نكمل هجر وبعد هجر البكيرية.